بين الجهاز الفني المقال داخل نادي الترام، عايزين نعرف الحق فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع التالي: عمال الهيئة بيطالبوا بإقالة جهاز الكورة بتاع نادي الترام اللي هو كابتن هاني توشكا والجهاز المعاون بتاعه، وتعيين مدربين من العاملين جوه الهيئة. العاملين جوه الهيئة مفيش غير واحد بس اللي هو مؤهل ان هو يمسك مدرب على اساس ان هو معاه شهادات تدريب. اتفقنا على ايه؟ معلش يا بيه، معلش، لا اصل ما هيمشي في اتجاه ان احنا متربصين بمدير فني. لا على الهوا ده النادي ده كله كوارث، احنا جايين على كوارث النادي كلها. والراجل ده واخد شهادات من الاتحاد الدولي اللي بيتكلم عليه. احنا اتفقنا يا جماعه، لو سمحتوا محدش يقطع بقى. احنا اتفقنا على مشكله اسلام، لا عشان ما تختصش في اسلام يا محمد. مفيش خلاف ما بيننا وما بين اي حد، مفيش مشاكل. مشكله احنا اتفقنا. لا ما تمشيش. الراجل واخد شهادات من الاتحاد الدولي. كويس. المشكله مش مشكله كابتن اسلام، دي منظومه فاسده كلها. قعد فيكوا في مودرن الحياه. تمام. يبقى زي ما حضرتك هيقال اي بني ادم يقول كلمه تمام على اسلام، يبقى اسلام يترد عليه. وانت قاعد دلوقتي من حقك ترد. ده حقي. شرفني طبعا ان انا محامي في هيئه النقل العام، ابن من ابناء نادي الترام من سنه 96. اشتغلت على مدار قطاع الناشئين كامل. تمام سيادتك. اشتغلت مع مديرين فنيين محترمين سيادتك تعرفهم: كابتن اشرف يحيى نادي الاتحاد، كابتن محمد عبد المنعم بوبي، كابتن وزة نادي الترام. الثلاثه اسامي اشتغلت معاهم مدرب عام وعلى مستوى قطاع الناشئين كامل. المشكله ان العمال نادي الترام تابع لهيئه النقل العام. العمال شايفه ان في كفاءات موجوده. انا راجل حاصل على دراسات تدريبيه، عضو نقابه مهن رياضيه، حاصل على الرخصه الدوليه بي اللي مقامه في اسكندريه. في شهاده اعلى من كده اقيمت في مصر؟ لما يبقى نادي تبع العاملين لهيئه النقل العام، هل يجوز ان سيادتك اي عامل من دول يدخل ما يلاقيش كرسي يقعد عليه؟ اصبحت كلها منشآت، استغناءات بتتم تحت الترابيزه بورق موثق، وانا قد كلامي، مخالفات ماليه جسيمه ومعايا الورق، واتحدى اي بني ادم. تمام. سياده المدير الفني المحترم السابق اللي بيتكلم، اللي طلع له قرار اقاله، اللي تم عمل له محضر امبارح في اسم محرم بيه برقم 18 احوال بتهمه التعدي والدخول عنوان داخل النادي والتعدي على فرد الامن. كل ده مظبوط حضرتك، لان فرد الامن ورى له القرار. مين بيدعمه لا يعنيني. في نادي محترم يا استاذ محمد، فرقه كوره تسدد اشتراكات الفرقه مواليد 98، لكل لاعب دفع 40 جنيه عشان يسدد في اشتراك اللعب. يجيبوا لبسهم. طب ما نلغيه بقى، نلغي النشاط. ولي الامر بيقف دلوقتي يقول لك انا دافع لكم الاشتراك، انا جايب لكم اللبس، هتقدر تحاسب؟ ما اقدرش احاسب. فين الكوره؟ احنا زمان كانت ازازه الحاجه الساعه لما بناخدها من نادي فرحانين. انفاق. فين احنا عندنا ابطال في المصارعه مش حاسين بيهم، عندنا ابطال في الكاراتيه مش حاسين بيهم، عندنا فرقه باسكت محترمه مش حاسين بيها، كان عندنا فرقه طايره السنه اللي فاتت وتجمد النشاط مش حاسين بيه. باب نادي الترام هيفضل مفتوح، عمره ما هيتقفل. نملك قاعده ناشئين محترمه 21 سنه 19 سنه. كل اللعيبه اللي حاليا مع الجهاز المقال مقيدين. النشاط مهدد بالتجميد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل ما اتكلم في اي حاجه، القرار ده قرار خاطئ جدا، وقرار انا مش هنفذه الا لما يجي لي قرار من مجلس الاداره، مجلس اداره النادي توافق على القرار، ما يبقاش قرار فردي. لان انا اصلا راجل متعاقد مع النادي بموسمين. العقد بتاعي بيقول الشرط الجزائي بتاعي اخد السنتين كاملين لو هم خلوا بالعقد، ولو انا خليت بالعقد في شرط جزائي عليا. انا مش عايز حاجه من النادي، ومش عايز اشتغل في النادي، وما يشرفنيش اشتغل في النادي. انا عايز حقوقي وحقوق اللعيبه بتاعتي. تم تحرير محضر للكابتن هاني توشكا بالدخول بالقوه للنادي والتعدي على المنشآت. ردك على الكلام؟ طبعا الكلام ده ما حصلش خالص، لان انا لو جالي قرار للانديه المحترمه ورؤساء الانديه المحترمه لما بتيجي بتفسخ تعاقد مع المدير الفني، بتيجي تقول له تعالى احنا عايزين نعمل كذا 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 كذا، ويبقى باتفاق. انا ما جاليش ورقه ولا جالي حاجه. المدير الفني هو المسؤول عن هو يجيب اللاعبين وكذا، فاللعيبه كلها موجوده هنا. الكابتن هاني اللي جايبه، الكابتن هاني بادئ معانا من شهر 7، 1/7 من 1/7 لحد دلوقتي 1/10. الكابتن هو اللي شغال معانا، هو اللي جايب اللعيبه، فهو اللي مسؤول دلوقتي عن اللعيب. واحنا ما نعرفش حد في نادي الترام خالص كلنا غير الكابتن هاني توشكا. ما ينفعش اولا ان اللعيبه هتعامل مع ناس ما تعرفهاش،
يعني احنا ناس ما نعرفهمش. طب هم اساسا كانوا يجوا يقولوا لنا انه دلوقتي المدرب بيمشي ليه؟ احنا طول عمرنا انا حضرتك عارف انا بقالي 10 سنين بلعب في نادي الاتحاد وكنت بلعب في انديه كتير قبل كده المدرب بيمشي الاسباب. طب ايه السبب اللي مشوا عليه كابتن هاني؟ كل اللعيبه اللي جايه دي النهارده جايه بناء على ارادتها، مفيش حد ضغط عليها خالص، لان هم هم حاسين بالظلم. احنا دلوقتي عملنا فتره اعداد كويسه، الراجل ده ماشي معانا بما يرضي الله، بقاله دي رابع سنه باقل الامكانيات. روحوا بصوا لدمنهور بياخدوا ايه والاولمبي وبيقول الاسمده، فكتر خيرنا اللي احنا بنصد مع الناس دي. مشكلتنا احنا ننزل الملعب امبارح ونلاقي تليفون من ناس يقول لك دول جايبين بتوع الهيئه وبتوع الجراشات عشان يجي يؤذوا الولاد ويضربوا ويطلعونا من الملعب. ده كلام، دي بقى الكوره. وبعدين الراجل اللي هو يجي له 15 20 نفر ويصدر قرار دوت، اذا كانش قد يبقى رئيس جهاز النقل العام ويحمي مكانه، ما ينفعش اللي هو على 20 نفر يضيع جهاز ويضيع لعيبه. انا عندي جهات اداريه بشتغل بتشرف عليا، وزاره الشباب والرياضه، جهاز المركزي المحاسبات، السيد اللي هو السيد الاستاذ العمري فاروق، راجل رياضي وفاهم. ما ينفعش 2 عمال من الهيئه يصدر بيهم قرار مدير مالي ومدير تنفيذي بدون اعلان، بدون امتحان، بدون اي درايه بالعمل بالنادي. فانا مش هنسكت. في ملفات كتير قوي الحمد لله، مفيش حاجه قديمه، لكن كده هتبقى في حاجه جديده. اما افاجئ اول امبارح ان انا يتحط قفل على باب مكتبي بدون ما انا اخطر ان انا ما اخشش النادي. في شيكات ومعاملات ماليه وحاجات. في حاجه سعادتك حضرتك عارف ان القانون بيقول ان كافه المستندات والاوراق الهامه في حوزه المدير المالي، ده قانون. فطبعا النهارده لما يتحط عليها حاجه انا ما اعرفش ايه اللي اتاخد منها. اللعيبه دي كلها قاعده عشان الكابتن هاني، دي اول حاجه. وتاني حاجه احنا رضينا بالهم والهم ما رضيش بينا. يعني احنا بقى لنا 3 4 سنين احنا بنلعب من غير فلوس وبنسعد وبنعمل كل حاجه، والنادي بقى دلوقتي بيلعب ممتاز بيه، ودي تاني سنه ممتاز بيه. الاول ما كانش ممتاز بيه، كان درجه ثالثه ومش عارف يسعد وبياخد فلوس. دلوقتي لا في فلوس ولا في اي حاجه وسعدنا، ربنا كرمنا وسعدنا. اللعيبه دي قاعده عشان الكابتن هاني توشكا، اللعيبه الجديده كلها اللي جايه عشان الكابتن هاني توشكا. طب انتوا بتعملوا مع الجهاز كده ليه؟ الفني تعب معانا من الدرجه الثالثه، وشفنا مأساة في الدرجة الثالثة سواء في الملاعب اللي كنا بنروح نلعب فيها والحاجات اللي كانت بتحصل لنا. النادي صعد ووقف على رجليه بقيادة الكابتن هاني طبعا والجهاز اللي معاهم كله واستاذ حسين وكل الناس اللي وقفت معانا وصعدنا. فسيبونا بقى شوية، ودي تاني سنة ممتاز بيه زي ما قال اسلام طبعا. فيعني سيبونا اللي احنا يعني احنا نشوف خير، نفسنا نشوفه خير. والكابتن هاني جه صعد بالنادي، يعني الكابتن هاني جه عمل انجازات لنادي الترام في عز ما نادي الترام ما كانش حد لا سامع نادي الترام في ايه ولا ايه اللي بيحصل في النادي، ولا النادي كانوا الاول يجيبوا نادي الترام كانوا يقولوا هو نادي الترام رايح على فين.